شنو تعرف عن الاكل وعن الجهاز الهضمي؟ رجعت من الشغل للبيت، حطيت الغداء وتريد تاكل، بالعاده والمعدل المعده راح تستوعب 2 لتر اكل ومي وهواء. هذا ما يمنع انه اكو ناس معدتها اكبر من هذا الرقم بهواي، وللدقه الطبيه اكبر معده تم توثيقها كان حجمها 8.5 لتر، بس هاي كانت حاله مرضيه. الحاله كان اسمها جاينت جاستريك هايبرتروفي ومرتبطه بعده امراض ما رد نحكي بيها. هاي وين رحنا؟ هجمت على الغداء واكلت وبلعت الاكل. الاكل بالعاده راح يقعد بمعدتك من 2 الى 4 ساعات حتى ينهضم، يتحول للمواد الاوليه اللي يقدر جسمك يمتصها ويستعملها، وبعد ما تخلص فتره الهضم يروح الاكل لمعاد دقيقه حتى الجسم يمتص هاي المواد. واذا الاكل زايد عن حاجتك راح يتخزن بكرشك ويزيد وزنك. راح يجي واحد من متابعين الشطار شو يقول؟ بهاي الحاله لازم نضرب المعده لو الامعاء. انت صح، عافيه عليك، لازم لو نصغر حجم المعده لو نقلل امتصاص مال الامعاء، او نسوي الاثنينات، وكل وحده من ذني لها شروطها. انت شنو معلوماتك عن الهضم؟ اذا عندك شيء زياده اكتب لنا بالتعليقات وخليك ويانا.